إذا مشاهدينا الكرام، مساء الفل وطابت أوقاتكم بكل خير. الغلابة يحييكم. بما أنه الجميع قام بتوقعات لكأس العالم، فالغلابة يعني مش ناقص شيء لكي يتوقعوا. بالنهاية هي مجرد توقعات، ربما تصيب ربما تخيب، لكن الغلابة الآن سوف يقوم بتوقعات خارجة للعادة ولم يسبقه أحد بها. طبعا في توقعات عادية منطقية الكل توقعها، لكن نبدأ بالتوقع. نتمنى منكم دعمنا ومشاركة هذا المقطع. في المجموعة الأولى قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا. في هذه المجموعة يعني عندك السنغال استبعد، تم استبعاد ماني نظرا إلى تلقيه للعملية. عندك هولندا، ولكن سوف نختار هولندا وقطر. قطر يعني بحكم، يعني أرى الكثير يقول بحكم الأرض والجمهور، ولكن الجمهور القطري يعني مع احترامنا إلى الجمهور القطري، لكن هو يعني يشاهد المباراة كتسلية وليس ذلك الجمهور. يعني كلنا نشاهد الصورة المشهورة لجمهور الغرافة، التيفو القوي من 4 أشخاص مكون. في المجموعة الثانية سوف نختار إنجلترا وإيران. هذه المجموعة الحرب عالمية فيها مع أمريكا. والثالثة الأرجنتين والسعودية بقيادة هيرفي رينار المدرب القوي مع منتخب المغرب. عنده خبرات في كأس العالم، قدم أداء طيب في كأس العالم 2018، لهذا سوف نختاره مع السعودية. في المجموعة الرابعة فرنسا والدنمارك. تونس صعبة شوية عليها، عندك أستراليا المستفزة التي أخرجت. أما المجموعة الخامسة ألمانيا، اليابان. نستبعد إسبانيا اللي فيها هذا لويس إنريك مفكر حاله بيبي غوارديولا، فلهذا سوف نستبعده. أما المجموعة السادسة نظرا إلى مستوى بلجيكا أمام مصر، سوف نختار المغرب كرأس المجموعة، وكرواتيا في المركز الثاني. هذا توقع متهور، لكن نتمنى أن يحدث هذا التوقع. وعزيزي المغربي، خلاص دللني عليك لايك، مشاركة، أهلتكم. في المجموعة السابعة البرازيل وسويسرا. سويسرا منتخب عنيد والبرازيل غني عن التعريف. أما المجموعة الثامنة سوف نختار ما بين البرتغال، غانا، الأوروغواي وكوريا. كوريا عندك سون غير متواجد، وأتوقعها عندك البرتغال طبعا بنجومه العالمية، والأوروغواي أيضا بقيادة فالفيردي، نونيز وغيرها من النجوم. عندنا دور ال16 هولندا إيران. هولندا ولا إيران؟ نختار هولندا، مع السلامة إيران. أما في المباراة التالية الأرجنتين الدنمارك، مواجهة صعبة، لكن نختار الأرجنتين ولا الدنمارك؟ صعبة صراحة. الدنمارك قدم أداء أسطوري في المرات القليلة الماضية باليورو على سبيل المثال، لكن سوف نختار الأرجنتين لأنهم مطالبين بالكثير من الأمور. إنجلترا قطر، أيضا توقع آخر متهور. قطر منتخب لا يجب الاستهانة به، منتخب صعب. عندك فرنسا والسعودية، نختار فرنسا. وعندك ألمانيا، كرواتيا. سوف نختار ألمانيا، عندك هانزي فليك هذا مدرب ما يرحمش. أما الأوروغواي والبرازيل، نختار البرازيل رغم أن الأوروغواي أيضا منتخب صعب. المغرب، اليابان. قرعة سهلة للمغرب، مفروض اليابان منتخب عنيد وصعب، ولكن نختار المغرب طبعا. عندك سويسرا، البرتغال. نختار سويسرا نظرا إلى أنه منتخب جدا عنيد ومستفز، وأخرج فرنسا من اليورو الأخير بنتيجة أسطورية، كانت 3-3 على ما أتوقع. الربع النهائي هولندا، الأرجنتين، ألمانيا، البرازيل. مواجهة قوية. قطر، فرنسا، المغرب، سويسرا. المغرب يا هل تفكرون فيما أفكر؟ الأرجنتين، هولندا. نختار الأرجنتين، عندك لويس فان خال هذا مدرب كبير طبعا لكن في السن، مدرب بصراحة عنده فترات جدا سيئة، وعمره 100 سنة وخلاص عدى على زمان كرة القدم. ألمانيا، البرازيل. الثأر للبرازيل، لكن الألمان ما يرحموش صراحة، فيش اسمه ثأر. شفنا كل مع برشلونة أراد أن تثأر من بايرن، صلى 20 سنة مش عارف تثأر من بايرن، كل مرة بتخوزقوا أكثر. فلهذا أتوقع خروج البرازيل أمام هانزي فليك، هذا توقع لن يعجب. يعني نصف نهائي بين الأرجنتين وألمانيا.
قطر فرنسا، قطر فرنسا، ربما سوف أتهور هنا، ربما سوف أتهور، ربما الغلابة سوف يتهور. قطر فرنسا، قطر فرنسا، قطر فرنسا. قطر منتخب لا يستهان فيه أبدا صراحة. في كأس العرب قدم أداء رائع، كانت بطولة رائعة، لكن نختار قطر وبدون أدنى شك. سويسرا، المغرب، نختار المغرب. لحد الآن سألك مع المغرب نصف نهائي. نصف نهائي عربي. الأرجنتين، ألمانيا. يعني ألمانيا ترد الثأر أكثر من مرة، لكن الأرجنتين نتوقع نظرا إلى التوقعات الكبيرة التي تنهال على الأرجنتين، فنتوقع أن الأرجنتين يفعلها. قطر، المغرب، بلا شك نختار المغرب. النهائي الأرجنتين المغرب. عزيزي المغربي، إذا بعدك مش مشترك ومش مشارك المقطع فعيب. الأرجنتين المغرب. طبعا مش بحاجة أن نقول أنه المغرب رسميا بطل كأس العالم، فلهذا عزيزي المغربي بإمكانك أنك تحتفل من الآن وتولعها نار وشرار في هذا المشوار. يا 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 يا. هذه هي كانت توقعات الغلبة التي نتمنى أنها تصيب. هي توقعات متهورة ومثيرة للجدل طبعا، لكن توقعات وتمنيات وكل شيء. هذه الأمور نتمنى للمنتخب المغربي التألق، نظرا إلى أنه المنتخب بنظري هو العربي الأفضل بين المشاركين في كأس العالم، وبالتوفيق.